وفهناك بلا وطن. في الفترة الأخيرة انطلقت حملة شعواء على النقاب من جهات عديدة، والعجيب أن كل هذه الهجمات جاءت في وقت واحد، ولكن الذي يحزن القلب ويدميه أن يكون شيخ الأزهر والمفتي هما من تصدر هذه الحملة. مع إيماني أنا شخصيا بما قلت لك، النقاب عادة ولا علاقة له بالعبادة. لا يوجد نص لا في القرآن ولا في السنة ولا كلام الفقهاء، وأتحداك أن تأتي برأي فقهي معتبر يقول بأن النقاب فريضة ولا تعترف أبدا. ولا تعترف. وإنما الأئمة الأربعة، شوف، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، كما نشرت جريدة المصري اليوم بتاريخ 9 نوفمبر عام 2009 خبرا مفاده أن مفتي الجمهورية علي جمعة يفتي أن النقاب عادة وليس عبادة، وقال: حرية النقاب لها حدود تنتهي عند شرط عمله، مستشهدا في ذلك بمفهوم الحرية عند شكسبير. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الوقت نفسه أنا شخصيا أرى بأن المرأة من حقها أن تلبس النقاب كما شاء في بيتها وفي الشارع وعند بيعها وعند شرائها وعند أخذها وعند عطائها، ولا يستطيع أحد أن يمنعها من ذلك، لأنها هي سارت في طريق الكمال، وطريق الكمال لا يستطيع أحد أن يمنعها منه. هي تريد أن تتنقب في بيتها، عندما تخرج إلى الشارع فمرحبا بذلك، وليس من حق أحد أن يمنعها. يوما سيخرج للعالم. أستاذنا دكتور علي، قضية النقاب يرى فرضيتها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة. أن النقاب فرض. أن النقاب فرض. نعم. الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل. ولا يرى فرضيتها الإمام مالك وحده. ويرى أنها تكون يعني واجبة أو فرضا أو نحو ذلك إذا كانت عادة أهل البلد أن النساء إذا يخرجن محجبات منتقبات. فالذي يدعي أن النقاب ليس من الشريعة البتة وأنه عادة عثمانية وأنه كذا إلى آخره، هذا محض خرافة. النقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة، والنقاب موجود عبر التاريخ وفي الشعر حتى الجاهلي. وثقبنا الوساوس للعيون، وثقبنا الوساوس للعيون يعني بيتكلم عن أنها منتقبة. فالمحض خرافة أنه هذا من عادات الأتراك وكذا، هذا كلام ليس كلاما علميا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحرب على النقاب. الجامعات، المدارس، المعاهد الأزهرية، المدن الجامعية، المستشفيات، الهيئات الحكومية. ويخوفونك بالذين من دونه. الدين في ازدياد بحمد الله، والنقاب هيزداد كازدياد النار في الهشيم.
وأنا فخور وسعيد جدا بالأخوات التي ثبتن على نقابهن. مرحلة الصبر اللي هي المرة يعني، إذا صبرت واعتمدت على الله ربك أذاقك برد الرضا، برد الرضا. وأنا بقول للأخوات المنتقبات اثبتن على هذا الحق، إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا، واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى، وانشري